وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إنما الأم. وصدق أحدهم رجل كان يسكن بعيدا عن الرياض ب1000 كيلو، وكانت أمه عنده أو هو عند أمه على الصحيح. فقام الرجل هذا، أرادت أمه تقول اذهب يا حسن إلى الرياض واطلب الرزق. قال والذي بعث محمد بالحق لا أفارقك حتى أراك في بيت ويخدمك من يخدمك، إذا استقر عيني وقرت ببرك وانشراح صدرك ذهبت عن الرزق أماه، فإني أبحث عن الجنة تحت قدميك. 7 سنوات حتى تزوجت أخته وزوجها لابن خاله. سكنت الأم عند بنتها، أتى للرياض وتزوج وتعين عسكري، وكان يتصل على أمه في كل يوم 5 مرات. بعضنا أمه في نفس المدينة التي عنده ووالده شايبه عنده، ومع ذلك تجده إذا أراد السلام أشر كأنما يوقف سيارة أجرة من بعيد، ثم ذهب. وإذا أراد أن يحقق لأبويه شيئا لربما بدون نفس. هذا كان يبتسم وهو مريض في وجه أمه. اتصل عليها يوم من الأيام فإذا صوتها به بكاء وتعب. أماه، والابن البار يعرف صوت أمه. أماه ما بكي؟ قالت أنا طيبة، أنا يا حسن بخير. ثم بكت فأغلق الجوال، وكان خارجا من عمله ويمم صوب بلده وسار 1000 كيل وبدلته عليه حتى وصل إلى أمه وبحث عنها في البيت ما وجدها. فلما سأل قيل هي في المستشفى، أصيبت بحمى ماطية. فدخل عليها وأهوى على قدمها ولثم القدم بقبلة في موطئها، ودمعت عينه، فبرودة لعاب فمه مع دمع عينه أيقظت العجوز من النوم، فرفعت من حسن وغطت وجهها ولها خنين فرحا به. العافية أتت لأن كان دواء لأسقامها، فغطت ثم رفعت رأسها له. تركت بنياتك، تركت يا حسن زوجتك. فقال الابن البار ويد أمه في فمه أماه، العيال بدلهم عيال والمرة بدلها مرة، لكن أنت يا حلوة اللبن من بدلت إذا رحتي، ما تخبرينني أنك مريضة. ثم عاد يعدل مفرشها ومر على القدم من جديد وقد بدت فقبلها. قالت يا حسن ونمك يا قرة العين لا تقبل قدمي قبل رأسي. فقال مداعبا لها والله لا أقبل رأسك بعد اليوم، الله ما وضع الجنة فوق رأسك، حطها تحت قدميك، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. لله درك يا حسن. دراسته قليلة، ما أخذ إلا الابتدائي، لكني أعطيه لو كنت ممكنا لأعطيته دكتوراه في البر.